تخيل كده يا عزيزي الجميل تبقى حياتك كلها في خطر وواقف على كلمة واحدة قادرة تنقذك وتنقذ عيلتك. هو ده اللي حصل مع بطل الفيلم. بيبدأ فيلمنا يا عزيزي في مكان بيبقى كله مليان ثورات، واللي بتبقى معمولة علشان يدافعوا عن الهجرة الغير شرعية عشان يروحوا لأمريكا. وبنشوف واحدة واللي بيبقى اسمها برفيدة، وبنعرف إنها تبقى واحدة من اللي أسست الثورة أو الحركة، واللي كمان بتبقى معروفة باسم فرنش 75. وبنشوفها وهي بتبص على الملاجئ واللي الجيش الأمريكي بيبقى محتجز المهاجرين هناك. وبعدها عزيزي بشوية بنشوف واحد اسمه بوب، وبنعرف إنه مسؤول عن تصنيع القنابل وتفجير الأماكن اللي صعب حد يوصل لها. وبنشوفه وهو بيجري علشان يلحق اجتماع كان معمول عشان حركة الثورة. ولما بيجتمعوا كلهم بيفضلوا يتكلموا وهم بيتفقوا على الخطة اللي هينفذوها عشان يحرروا المواطنين من الظلم اللي هم فيه. وبيبان على برفيدة انها كده في مشاعر ناحيته، وبنلاحظ انه عارف بكده، وفجأة بتقول له اقتراح انهم يصنعوا متفجرات بعدد كبير جدا عشان الجيش يضيع وقت اكتر، وكمان يشتتوا انتباههم وينجحوا انهم يدخلوا لجوه الملجأ ده. وفي نفس اليوم بالليل فعلا بيجهزوا وبيتحركوا كلهم مع بعض، لحد ما بنشوفهم لما بيوصلوا عزيزي لأهم بوابة بالنسبة لهم، وهي بوابة الملجأ الأساسية. وبنشوفهم وهم عمالين يدوروا على الحراس عشان يربطوهم عشان يقدروا يحرروا الناس اللي جوه دي ويطلعوهم في أسرع وقت. وبوب بيبدأ إنه يجهز كل المتفجرات في أسرع وقت. وبنشوف برفيدة وهي نجحت إنها تدخل أوضة اللي بتبقى تبع قائد الوحدة كلها. الله عليكم معلمين يا ابني والله. وبنشوف برفيدة وهي بتحط المسدس ناحيته، وبتعرفه هي تبقى مين وإنها تبقى تبع حركة التحرير. وبيعرفها القائد هو كمان بنفسه، واللي بيبقى يا جماعة اسمه ستيفن. لا بجد والله اسمك ستيفن؟ المهم يا جماعة بيبان عليه ان قلبه راح ناحيته وشكله اتهور، وهي بتلاحظ كمان على نظراته هو فيها يا جدعان ايه الحب اللي من اول نظرة ده. المهم بينجح الثوار واخيرا انهم يحرروا المواطنين اللي كانوا جوه، وبنعرف انهم هيهربوهم في عربية. وبنشوف بوب على الناحية التانية واللي بيبقى بيراقب الدنيا كده يشوفها تمام ولا ايه، وبيكون مستني الاشارة اللي تقول له يفجر القنابل، واول ما بيستلمها بيفجرها وبينجح انه يهرب. وبنشوف برفيدة واللي بتاخد القائد وبتعرفه انها ايوه عايزه الحرب تبدا وعايزه تعلنها من دلوقتي عادي مفيش مشكله. وبتقرر انها تحبسه جوه الملجأ، وهو بيعرفها انه اكيد هيشوفوا بعض تاني قريب. وهي بقى بتجري مع بوب عشان يهربوا مع بعض في العربيه، وفعلا بيعملوا كده. وبيبان يا صديقه على برفيدة انها متعلقه ببوب جدا. وبعد شويه في الورشه بالتحديد بيصنع بوب قنابل، وبيبدا يفهمها ويشرح لها ازاي تقدر تعمل الدواير، وهي بتبقى منبهره باللي عمله. منبهره بقى حبيبي. وبعد فتره من اللي حصل يا عزيزي بيبدا العنف ينتشر في البلد، والثوار بينتشروا اكتر واكتر بالذات بعد اللي حصل. وبتعرف برفيدة الجيش انهم بيوزعوا قنابل في اماكن الحملات تبع الانتخابات او مقرها الاصلي، وبنعرف انها تبقى مع العنف عشان يحلوا قضيتهم. وبنشوفها وهي رايحه مع بوب عشان يفجروا القنبله في محطه الكهرباء عشان يفصلوا الكهرباء عن بلدهم كلها. وبيهربوا بسرعه جدا وفعلا بينجحوا في فصل الكهرباء. وفي تاني يوم بنشوف ستيفن بيوصل ليها وبيفضل يراقب فيها من بعيد، وبيبان عليه انه معجب بيها، وبيفضل مركز فترة من الشخص المقنع اللي بيبقى معاها. وبعد كده بنشوفهم وهم بينفذوا عملية كبيرة جدا لمبنى مهم جدا سياسيا. وبنشوف بوب معاه برفيدة وكل القوار للمبنى. وبنشوف برفيدة وهي معاها صوابع ديناميت شبه صوابع زينب كده يعني، وبتقرر تحطها في فتحات التهوية. بس فجأة بيخش عليها ستيفن وبيعرفها انه هيسيبها تفجر المكان بشرط واحد بس، وهو انهم يعملوا لقاء خاص بينهم. وبيديها عنوان المكان اللي هيتقابلوا فيه، وبيسمح لها انها تمشي فعلا وبتنجح في تفجير المكان. وطلع المقابله دي شمال وكده. وبعد 7 شهور من العمليه دي يا صديقي بنعرف ان برفيدة بقت حامل. الله اعلم ان الابن ده تبع منها برفيدة. وبتفضل قاعده مع بوب في وقت ما هي بتتمرن. وبنشوف بوب وهو قاعد مع مامة برفيدة، وبتفضل تقول له ان بنتها بتحب الشجاعه والكفاح. يعني بنشوف برفيدة وهي مخلفه احلى بنت وبتبقى سمتها ويلا. وبنعرف ان ابوها بوب عادي يا جماعه، وبيفضل بوب يهتم بيها عشان بيحب بنته اكيد. بس برفيدة بيبان عليها انها زهقانه من الحياه اللي بقت عايشاها دي، وبقت كلها ممله وما فيهاش ضرب نار يعني. وبتقرر انها تسيب بوب وتنفذ عمليه كبيره من وراه اللي بتبقى انها تقتحم بنك. وبتفضل برفيدة تعتذر له وحبه الكلام دول. وبيفضل بوب يقول لها ان بقى عندهم بنت وما ينفعش تسيبها خالص، بس هي بتمشي برضه خاينه. وفي تاني يوم بنشوف ستيفن في السوبر ماركت وهو معاه بوب، وبيفضل يساله عن
الطفل وبيعرفوا انها تبقى بنت وسموها تشارلين، وبيسألوا يعني هل هو فعلا بيحب مراته وقادر يستغنى عنها يعني. وبيبدأ بوب يقلق وبيبقى خايف على مراته جدا وحاسس انهم وهو في خطر. وعلى الناحية التانية بنشوف عناصر الثورة بيدخلوا البنك وبيفضلوا يهددوا في اللي موجودين انهم هيسرقوا الفلوس، بس برفيدة بتلاحظ ان راجل الامن عايز يهجم عليها وبتفضل تقول له اثبت وما يتحركش من مكانه، بس هو بيبقى رافض، فبتقرر تضرب بالنار بالسهولة دي يعني وبتخلص عليه. وبنشوفهم وهم بيهربوا بسرعة علشان الشرطة بتوصل، وللأسف بتخبط العربية بتاعتهم فبيضطروا انهم يجروا برجليهم، والشركة بتنجح انها تقبض على برفيدة وبتبقى الشرطة فخورة جدا بنفسها عشان قدروا يقبضوا على واحدة من مؤسسين الثورة. وبنشوف ستيفن وهو بيقابل برفيدة وبتفضل تطلب انه يساعدها وبتعرفه انها بتحبه جدا وعايزة تكمل حياتها معاه، وبيطلب منها تقول له على اماكن اهم عناصر للثورة، وهي بكل سهولة كده بتوافق. ده انت طلعت خايبة. وللأسف المعلومات دي بتتسرب والكل بيبقى مصدوم ومتوتر، وده معناه انهم كلهم لازم يهربوا فورا. وبنشوف هاورد وهو بيدي بوب جهاز ارسال هيبقى مع اكتر ناس بيثقوا فيهم واستحالة يخونوهم، وهيشغل صفارة لو هو قرب منه، وبيطلب منه انه يهرب لباكتن كروس، واهم حاجة ياخد بنته معاه عشان تبقى في مكان امان. وبنشوف برفيدة بعد ما بقت في امان خلاص وبتفضل تقول شهادتها وتفضح الكل وبتعترف على ناس كتير وبيتقبض عليهم كده نفر نفر. وكمان يا جماعة بيحصل اشتباكات وفوضى وعجن خالص في البلد بعد اللي حصل ده، وبنعرف ان كابتن ستيفن اترقى وبقى معلم وبقى عقيد، بس بقى وهو راجع عشان يحتفل مع برفيدة بالمناسبة الجديدة دي خمنه حصل ايه، اديته هو كمان على قفاه وهربت وسابت له رسالة بتعتذر فيها. وبنشوفها وهي رايحة لأقرب محل هدوم عشان تغير هدومها، وبتقرر انها تسيب البلد باللي فيها بقى للأبد علشان تستريح. وبعد 16 سنة من اللي حصل ده وان برفيدة سابت البلد، بنشوف تشارلين وهي بتتدرب فنون قتالية، وبيفضل مدربها اسمه سيرجيو يطلب منها تهدى وتبطأ اكتر في التمرينة. وفي نفس الوقت ده بنشوف بوب وهو رايح المدرسة اللي بقت الوحيدة في المدينة كلها، وبنعرف هنا بقى عزيز انه بقى خلاص مدمن للمخدرات هوبا. وبينزل من العربية وبيتكلم مع مديرة المدرسة وهو مش مركز نهائيا، وبتعرفوا ان تشارلي مستواها اتحسن اكتر عن الاول وانهم وافقوا انهم يدخلوها معاهم للمدرسة. وبيفضل بوب يعيط من الفرحة وما بيبقاش مصدق نفسه من اللي سمعه، وكان بيحلم كمان ان امها تبقى معاها في لحظة زي دي. وعلى الناحية التانية بنشوف ستيفن واللي بقى قائد جيش مرة واحدة، وبيوصل امر انهم عايزينه في اجتماع مهم وسري جدا، وبيفهم كمان ان المقابلة دي مع جماعة اسمهم الميلاد الجديد، وبنشوفهم وهو رايح لمقرهم وبينزل لمكانهم السري، وهناك بقى بيقابل شخصين تبع الجماعة، وهناك بيسألوا عن ايه اهدافه واهتماماته، وبيعرفوا كمان انه يبقى مترشح لمنصب كبير قوي، بس بيبقى مطلوب منهم انهم يتأكدوا انه يستحق المكانة دي ويدوروا وراه اكتر يعني. وبيفضل ستيفن يأكد لهم انه ما عندوش اي حاجة يخبيها، وانه دايما بيدفع فواتيره وملتزم بالنظام، وبيبقى باين عليهم اعجابهم بيه كمترشح، وبيعرفوا انهم هيتواصلوا معاه في اسرع وقت. وبتخلص المقابله بس هو مروح بيبان عليه انه متضايق ومتعصب، وباين كده انه مخبي حاجه وعامل مصيبه كبيره. وفي تاني يوم بنشوف هاورد وهو بيكتب مقالته عشان تبقى جاهزه على طول انها تتنشر، ولما بيروح البيت عشان يذيع المقاله دي قدام الثوره بيتصدم بدخول شرطي لبيته وبيخطفوا وخدوا لعربيته، والاطفال اللي في الشارع بيبقوا شايفين اللي حصل ده، وبيقرروا يبعتوا على طول نداء استغاثه على الراديو ان هاورد اتقبض عليه وانهم لازم ينفذوا الخطه البديله. وبنشوف هاورد وهو بيتنقل للقاعده العسكريه وبيفضلوا يحققوا معاه وبيسالوه عن مكان بوب بالسر اللي مستخبي فيه، وبيهددوا انهم عارفين مكان بيت اهله وانه يقدر يأذيهم لو ما قالش عن مكانه. وبيقرر هاورد يساعدهم، هو كمان طلع خاين وبيعرفوا مكان بوب وبنته، وبيبقى ستيفن كده عارف مكانهم، وبيعرف كمان ان كابتن كروس دي تبقى مليانه بالمهاجرين وانهم عشان يدخلوا محتاجين قوات خاصه، فبيقرر يجمع شويه من القوه دي وبيعرفهم انهم لازم يقبضوا على بوب حي مش ميت عشان هو يبقى عنصر مهم جدا للمقاومه، وبياخدوا معداتهم وبيتحركوا. وفي نفس الوقت ده بنشوف تشارلين طياره هليكوبتر وبوب هو كمان بيشوفها، وبيفهمها ان دي يبقى جوات القوات الخاصه للجيش، وبيجهز الجيش نفسهم عشان هينزلوا ويقتحموا المدرسه لان هيبقى فيها حفله تشارلي في المدرسه. وبتبقى تشارلي متضايقه جدا من بوب عشان بقى مدمن للمخدرات وما بقاش مهتم بصحته، وبتتضايق عشان هو ما بيسمعش كلامها. وفجاه بتوصل عربيه صحابها وبتبقى جايه عشان تاخدها توديها للحفله، بس هو بيعرفها ان المشكله انه بيتجنب يتعامل مع الناس وبيمنعها انها تمسك التليفون، وبيطلب منها انها تاخد بس جهاز الاشاره معاها، وبيهدد صاحبها
انه لو ضايق بنته هيزعل منه جامد، وبعدها بيسيبهم علشان يروحوا للحفلة. وبعدها في المدرسة بتبقى تشارلي في الحمام مع صاحبها، وما تسألنيش يا عزيزي ليه، وفجأة بدون مقدمات بتدخل عليها ست شكلها غريب وبتطلب منها انها تهدى، وبتعرفها انها معاها نفس جهاز الإشارة اللي في ايديها ده، وبتعرفها الشعار الخاص بيهم، وبتطلب منها انها بس تثق فيهم، وبتعرفها ان في قوات هتهاجم المدرسة دلوقتي ولازم يهربوا دلوقتي حالا. وفعلا بيخرجوا بسرعة من الباب الخلفي وبتاخدها معاها للعربية بعيد، وبتبقى قوات الشرطة وصلت وبتقتحم المدرسة وبتوقف الحفلة دي وبتجمع في الطلبة عشان تحقق معاهم في كل حاجة. وفي الناحية التانية بنشوف بوب بيجيله اتصال من عناصر التمرد، وبيعرفوا ان خلاص الخطر بيقرب وان بنته في امان، وبيطلبوا منه يقابلهم في مكان الامن، بس هو بينسى المكان ده بسبب المخدرات اللي بيبلعها، وان ذاكرته بقت تعبانة خالص. ولما بيسألهم عن المكان بيرفضوا يعرفوه وبيقفلوا المكالمة، وهو بيحاول يهدى ويتمالك اعصابه، بس للاسف من سوء حظه قوات الشرطة بتقتحم البيت وبتفضل تدور عليه وما بتلاقيهوش. وبنشوف ستيفن وهو بيتفرج على صورة تشارلين علشان بيشك انها تبقى بنته، وبيفهم هنا ان بوب هرب عن طريق نفق، فبيرموا جواه قنبلة غاز، وبيخرج بوب بسرعة بس بيبقى تعبان جدا بسبب الغاز ده، وبيقرر يروح يشتري هدوم عشان يخبي بيها شكله. وبعد كده بيروح يتصل بالتليفون اللي في الشارع وبيطلب يعرف مكان المخبأ، بس هم برضه بيبقوا رافضين يعرفوا مكانه، وبيطلبوا منه رمز سري بس هو بيبقى ناسي خالص بسبب المخدرات، فبيرفض الكل يديله المكان، فبيتعصب بوب جدا. وبنشوف الشرطة وهي مقتحمة مصنع فراخ عشان تدور على بوب، بس هتلاقوا بوب ازاي في مصنع الفراخ يعني، بس ما بيلاقوهوش وبيمشوا. وبيروح بوب للمدرب سيرجيو وبيقول ان قوات الجيش بقيادة ستيفن بيدوروا عليه، وان المقاومة نقلت بنته المكان امن، بس هو بيبقى محتاج انه يشحن تليفونه عشان يقدر يتواصل معاهم من تاني، وبيقفل سيرجيو الصالة عشان يقدروا يهربوا. وعلى الناحية التانية بيبقى التحقيق مع الطلبة لسه مستمر، وكلهم بيعرفوا الشرطة انهم مش عارفين اي حاجة، وان كمان تشارلي ما عندهاش تليفون. وبيتصدم بوب لما بيعرف من سيرجيو ان تشارلي يبقى معاه رقم تليفون فعلا، وبتعرف كمان ديردا اللي انقذتها ان تشارلي معاه تليفون، فبتتخلص منه على طول وهم في الطريق. وبنشوف القوات الخاصة لما بتوصل وبيأمرهم ستيفن انهم يقتحموا ويهاجموا المدنيين في اسرع وقت، وبيفضلوا يرموا في قنابل الغاز في الشارع وبيشتبكوا معاهم. وبيبقى سيرجيو مع بوب بيدخلوا محل ميك اب وبيبقى مليان مهاجرين، ولازم ينقلوهم في اسرع وقت المكان امن عشان لو الجيش بس لمحهم هيحجزهم في الملاجئ. وبيستخدم بوب الشاحن اخيرا وبيكلم نفس الرقم وبيطلب المساعدة عشان يعرفوه المكان الامن، بس بيطلبوا نفس الرقم السري واللي بيبقى لسه ناسيه، وبيفضل يحاول يهبد اي حاجة بس من غير فايدة يا عيني. فبيهدد الراجل انه هيقتله وبيطلب منه انه يوصله للمدير. في نفس الوقت ده بيبقى سيرجيو بينقل المهاجرين وبيأمنهم، بس للاسف بتوصل قوات الجيش وبتفتش في المكان وكل الابنية، وبتطلب فتح الابواب تبع محل معين، ولما بيرفضوا بيقتحموا المكان. وبيبقى بوب بيتكلم مع صاحب التلو اللي بيسأله عن نوعه المفضل في الستات، ولما بيجاوب بيتأكدوا انه يبقى بوب فعلا، يعني فاكر دي ومش فاكر الرقم السري يا بوب. واخيرا بيعرفوه تفاصيل المكان السري، فبيتحرك سيرجيو بسرعة مع بوب عشان يهربوا، وبيطلب منه يروح مع مجموعة من صحابه وبيديله سلاح عشان يدافع بيه عن نفسه. وبيخرج بوب معاهم من فوق السطح تبع المدرسة، وواحد من الطلبة بيدي رقم تشارلين، وبيجي بلاغ للقوات بعد ما اقتحموا المكان انهم يمشوا من المكان عشان في مستجدات جديدة عن الموقع. وفي وقت ما بوب بينط مع سيرجيو من مبنى للي بعده بيقع على الارض، وللاسف بيتقبض عليه، وسيرجيو بيعرف ان بوب خلاص اتقبض عليه، وبيقرر انه ما يستسلمش وما يهربش. وفي الاخر تشارلين بتوصل للكنيسة وبترحب بها ديردا، وبنعرف انها تبقى المسؤولة عن الكنيسة. ولما عرفت ان تشارلين تبقى بنت بيرفيدا اللي كانت اكبر فرد في عناصر الثورة زمان، هددتها بكل برود وقالت لها انها لو فكرت تعمل زي ما امها عملت زمان وتبلغ عنهم يعني هتخلص عليها في ساعتها. بس بالرغم من ده اتكلمت معاها كويس وعرفتها مكان اوضتها اللي هتنام فيها. وبنشوف ديردا وهي بتسأل دان زميلتها انها هل هي قالت الحقيقة بجد لتشارلين عن امها يعني، بس هي بتعرفها انها كانت مترددة جدا تحكي لها. وفي نفس الوقت ده القائد اللي بيبقى مسؤول عن ستيفن بيوصل القصر اللي بيبقى تبع عمليات الميلاد الجديد، وبنشوفه وهو نازل للقبو السري وبيقابل رؤساء المجموعة اللي بيبقوا قلقانين جدا من ستيفن ومش مطمنين له، وبيبقوا شايفين انهم بيهاجموا مدينة باكتن كروس بس لمجرد انه عايز يغطي الفضيحة اللي عملها، وانه ارتبط ببرفيدا وكمان عشان يدور على بنته ويتخلص منها. وبيقولوا ليه ان كده بيضحك عليهم ولازم يتصرفوا معاه في اسرع وقت، وفعلا بيطلبوا انهم يتخلصوا منه في اسرع وقت وبيوافقوا. وفي تاني يوم بنشوف تشارلين وهي بتتدرب على انها ازاي تستخدم السلاح، وفي وقت ما هي بتتدرب بتعرفها دان الحقيقة وبتبدأ تحكي لها ان امها كانت مسؤولة عليهم، وتشارلين ما بتبقاش مصدقة اي حاجة من اللي بتتقال. وعلى الناحية التانية عند بوب بنشوف الضباط وهم بيحاولوا يثبتوا اي حاجة على بوب بس بيفشلوا، وكمان ما بيرضاش يقول اسمه الحقيقي. ولما الموظفة بتطلب منه يعمل فحوصات اضافية بيوافق،
بيوافق، ولما بيدخل أوضة الفحص بتعرفوا إنها هتسهل عليه الهروب جدا، وفعلا بينجح إنه يهرب من الباب الخلفي، وبيقابل سيرجيو وبنعرف إن دي كانت خطته من الأول أصلا. الله عليك يا سيرجيو يا لعيب. وبيبقى بوب مبسوط جدا إنه خرج وخد صورة مع سيرجيو كتذكار، وبيمشوا بالعربية على طول. وفي نفس الوقت ده بنشوف ستيفن بيبقى واصل لآخر نقطة بتوصل تليفون تشارلي، وبيعرف إنهم راحوا ناحية الكنيسة عشان دي بتبقى في آخر الطريق. وبنشوف دان واللي بتبقى مع تشارلين، وفجأة بيسمعوا صوت وبتقول لها ما تتحركش من مكانها. وفجأة ومن غير مقدمات يا عزيزي بتجتمع قوات الشرطة في الكنيسة، وللأسف بيقبضوا عليهم وخدوا معاهم تشارلي لستيفن. وبنشوف ستيفن وهو بياخد منها تحاليل دم عشان يعمل فحص DNA، وبيفضل يقول لها انها لو مش بنته هيسيبها تمشي في حالها ولا كأنه يعرفها. وبعد ما بيخلص التحليل والصدمة هنا يا عزيزي لما بيكتشف انها تبقى بنته. ما انا كنت بقول لكم من الاول. وهنا ما بيبقاش عنده اي خيار غير انه يخلص منها، لا لحلول كتيرة والله. اما تشارلين بتبقى منهارة من اللي سمعاه وشايفاه وبتفضل تعيط. وفي نفس الوقت ده بيبقى بوب مش فاهم ليه ستيفن لسه بيطارده. وفجأة عربية شرطة بتلاحظ انهم ماشيين بسرعة كبيرة جدا، فبتفضل تجري وراهم. وبيطلب سيرجيو من بوب ينط من العربية، وما تسألنيش ازاي يا عزيزي. وفعلا بيتحدف من العربية، وبوب بيلاقي عربية وبيسرقها. وبعد كده بنشوفه وهو رايح لمكان عالي عشان يبقى قادر انه يستخدم السلاح اللي معاه. وبنشوف ستيفن وهو معاه ستيفن بالبنت، وبيشوفه بوب وبيفضل يحاول انه يصوب الطلقة عليه، بس للأسف بسبب حظه الجميل ده بيلاحظه وبيتكشف وبيطلق كمان عليه نار. فبيروح ستيفن بالبنت بالعربية بسرعة جدا. وبنشوفه وهو بيقابل نفس الشخص اللي كان خاطف هاورد قبل كده، وبيطلب منه انه يخلص عليه المفروض يعني بنته. والراجل ده بيبقى رافض جدا في الاول، بس بعد كده بيطلب منه انه يوصلها لمكان امان وهو هيروح يقابله هناك، وبيبقى موافق على الكلام ده. وفعلا بنشوفه وهو واخد تشارلين وبيحطها في العربية. وعلى الناحية التانية بنشوف بوب وهو عمال يسأل الناس على مواصفات العربية والناس اللي فيها، وفعلا بيدلوه على الطريق اللي كانوا ماشيين عليه. والحمد لله بيقدر يشوفهم، بس للأسف بيبقوا بعيد جدا عنه. وعلى الجانب التاني بنشوف ستيفن وهو مصدوم لما بيشوف المدير ماشي بالعربية جنبه، وفجأة بيطلق عليه نار وبيخلص عليه في ساعتها، والعربية بتتقلب. وبياخد الراجل ده تشارلين في مكان امان اكتر وبيسيبها، وكان هيمشي بس هو بيبقى حاسس انه لازم يهربها بنفسه. فبيرجع تاني للمكان وبيفك ايديها اللي كانت مربوطة، وبيضرب على كل الموجودين نار، بس للأسف هو بيتصاب إصابة بتبقى خطيرة جدا. بيروح في ساعتها. وبنشوف بوب واللي بيبقى لقى عربية ستيفن بس مقلوبة، ولما نزل من العربية عشان يشوفه لقى ميت، وهو بقى فقد الأمل انه يلاقي بنته. وبنشوف تشارلين وهي ماسكة المسدس وبتقرب من جثة الراجل اللي ميت، وخدت منه المفاتيح بتاعة العربية وساقتها عشان تهرب. بس وهي في الطريق سايقة بتلاحظ ان في عربية عمالة تمشي وراها بقالها فترة، وبتبقى نفس عربية مدير ستيفن. فمن ذكاء البنت بتوقف العربية وبتمشي بسرعة، واستخبت بعيد والقائد بيخبط في عربيتها. ولما بينزل من العربية بتطلب منه يعرفها ايه الشعار السري بتاعهم. يا دي الشعار السري. وبتكتشف من السؤال ده انه تبع الجيش. وبعد شوية من الوقت ده بيوصل أخيرا بوب وبيحاول يكلمها وهو هادي عشان ما تقتلوش. ولما بتشوف إن أبوها بتجري ناحيته وبتحضنه، وبياخدها معاه في العربية وبينطلقوا علشان يمشوا، وبيفضل يطمنها إن كل حاجة هتبقى تمام. والصدمة اللي بنعرفها في نهاية الفيلم يا عزيزي وهي إن ستيفن طلع عايش لسه. أنت إيه يا ابني ما بتموتش؟ وبنشوفه وهو راجع تاني لمجموعة الميلاد الجديد، بس هو بيكذب في كل الأسئلة اللي بيسألوها له. وبيتقبل في الوظيفة وبيروح مكتبه اللي هيشتغل فيه. وبنشوفه وهو قاعد على المكتب متمزج قوي. بتحصل بقى عزيز الصدمة، وهي ان بيبقى في غاز سام في الأوضة بيموته، وفي ناس بيدخلوا عشان يشيلوه ويتخلصوا من جثته في المحرقة. وبعد حبة وقت كويسين من الوقت ده بنشوف بوب وهو بيحكي لبنته تشارلين عن كل حاجة عن الحقيقة، وبيديلها رسالة جاية من مامتها. ولما بتقراها بتعرف ان امها لسه عايشة مش ميتة، وانها هربت لبلد بعيد جدا، وعرفتها انها قد ايه هي بتحبها. فبتحضن تشارلين ابوها وبتعتذر له عن اي حاجة عملتها غلط قبل كده. وبيشتري اخيرا بوب موبايل جديد، وبيفضل يتعلم ازاي يستخدمه. وتشارلين بقى بتبقى سمعت عن حركات مقاومة وبتقرر انها تشارك فيها. ومن هنا بتكمل مسيرة مامتها واهلها. وهنا بقى عزيزي اللذوذ بيخلص فيلمنا. لايكاتك وشيراتك، واستنانا الملخص الجاي.